طبعا هذا المؤتمر أكيد هو لتعزيز العلاقات ولاستمرارها أيضا، مو بس تعزيزها. فهو يدل أو يهدف إلى الوحدة الوطنية للعرب والأكراد وكافة الأقليات. أنا أتمنى أنه لازم كل واحد يعرف أنه العراق هو بيت كبير لكافة الأقليات والقوميات. الأكراد مو أقليات، هم قومية كبيرة، فإحنا نتمنى أن يكون كله بيت واحد تحدهم الوحدة الوطنية. أنا وعيت على زماني، خلونا نقول أنه كان أكو وحدة أكراد وعرب، ما كان أكو تفرقة، ما كان أكو هذا قومي وهذا عربي وهذا كردي. حتى هو نضالهم مشترك ضد الاستعمار من أجوا الإنجليز ومن أجت الدولة العثمانية. أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل، هاي المفروض كل عراقي يعرفها، أنه الوحدة الوطنية ضرورة لحماية العراق من كل الاستعمار، من الاعتداءات، من أي تفرقة. احنا نتمنى أن تبقى وتعزز هذه الوحدة الوطنية. قلت لك احنا كنا قبل، يعني أتذكر أني كان اكو يعني طلعوا من صار فد شيء عبد الكريم قاسم او غيره او غيره، يصير شيء بالاكراد، الشعب العراقي يطلع تظاهرا تضامنا مع الاكراد، وايضا الاكراد نفس الشيء. اي من اجى صدام وضرب المدن الكرديه، كان اكو فد يعني احتجاجات ضده، سواء كان عالميا او بالداخل، واخذوهم دخلوهم بالسجن، لان هذا تضامن عراقي، لان يدل على صيانه الوحده العراقيه. طبعا هو التاريخ هو الأساس، فهو أهمية قصوى لبناء العراق. ولهذا احنا ليه هسه نقول أنه احنا تبقى الوحدة الوطنية، تبقى الوحدة الصادقة ضد كل يعني الممارسات الإقليمية أقصد الخارجية، والاستعمار والأوروبا، يعني إنجليز أمريكان، هذول كلهم بالأخص بعد سقوط المعسكر الاشتراكي يعني بدوا هم هذول يسوون أكثر يعني ضد هذه الدول. العراق من ضمنهم، دول الخليج من ضمنهم، شو اسمه الربيع العربي أيضا، هذا كله فلشوه، وهم كان هدفهم أنه يبقون متفرقين حتى تبقى السيطرة الاستعمارية على مو بس العراق وعلى الدول. وهذا اللي نشوفه احنا، اللي صار عندنا بالعراق يعني مو غريب علينا، كل واعي كل إنسان يتابع السياسة العراقية يعرف أنه هذا. فأنا أتمنى مو بس أنا أتمنى، وكل الواعين والوطنيين، أنه تبقى الوحدة العراقية مصونة بين الأكراد والعرب وكافة القوميات الأخرى.